احسن من الفلاشه واحسن من الانتنه واحسن من كل حاجه، وده احسن حاجه جربتها اوصل بيها نت الكمبيوتر ده. دي بقى بص بس كده انت فكيت المعدن بتاع الفلاشه وباظت خالص. مشكله كبيره جدا لما تجيب بقى بي سي جديد كده، وهي ان انت مش عارف توصل نت للكمبيوتر بتاعك. من الاخر كده انت محتار توصله بايه بالظبط، وده لان انت عندك حلول كتير جدا وحاجات كتير جدا تعرف توصل بيها نت الكمبيوتر بتاعك، ولكن انهي احسن بقى. بص خلينا من الاخر كده نبدا في الفيديو علشان لازم تعرف كل حاجه عن احسن وصله ممكن توصل بيها نت الكمبيوتر بتاعك، تديك نت سريع، تديك تقريبا نفس السرعه الاصليه بتاعت الراوتر بتاعك، وبرضه في نفس الوقت رخيصه جدا. فخلينا نبدا. اكيد شفت حاجات زي دي. الانتنه دي مثلا اللي هي شكلها غريب كده، المفروض اصلا انها معموله الريسيفرات بتاعت التلفزيون علشان تشغل نت عليه يعني، ولكن والله تستخدم عادي انت توصل بيها نت للكمبيوتر بتاعك مفيش اي مشاكل خالص. مشكلتها بقى انها ما بتعيش كتير يعني، دي باظت خالص. بص زي ما انت شايف كده، بص اهو فك البتاع المعدن اللي حوالين اليو اس بي نفسه باظت خالص، ده بمجرد بس انها حكت في الحيطه كده وانا بحرك الكيس. واكيد برضو شوف الفلاشه الصغيره خالص دي، الفلاشه دي برضو كويسه جدا والله، بس ممكن تكون اغلى شويه من الانتنه، وحين انها برضو تديك نفس سرعه الانتنه، فدي مشكله كبيره لان سعرها غالي. برضو في نفس الوقت تقريبا بتديك نفس سعر الانتنه، فانت ايه يعني بتاخد الانتنه ارخص ولكنها مش بتعيش كتير. دي بتعيش اطول شويه لان ما فيهاش قطع اصلا، هي يا دوب الفلاشه اهي كده بتركبها ورا الكيسه وخلاص كده. فكك بقى من كل الحاجات دي كده، خلينا نركنهم على جنب وتعالى بقى اوريك الاختراع السحري اللي هيخليك فعلا توصل نت بسرعه كبيره جدا، هي نفس سرعه النت، وبديل برضو الكابل الايثرنت اللي بيوصل ما بين بقى الراوتر ويعدي لحد الكيسه وراك ويعدي على الاوض كلها، وموضوع ممل يعني. ولو بس في حاجه ممكن سرعه النت بتاعت الكابل نفسه تقل اصلا، في حين ان هو كابل رخيص جدا ب 10 جنيه 15 جنيه وبيبقى طويل جدا بقى وكده، ولكن الصراحه مش حل عملي لو انت بقى ايه الاوضه بتاعتك بعيد عن الراوتر، تقعد بقى تدينا بالسلك ده مش هينفع يعني. في حين ان الاختراع السحري هو الكابل ده. تقول لي ايه ده يا عم؟ ده كابل يو اس بي عادي خالص، شحن عادي. لكن هقول لك بقى ان الكابل ده فيه ميزه سحريه جدا تعرف تعملها بالموبايل بتاعك، والكابل ده في نفس الوقت يخليك توصل نت سريع جدا جدا للكمبيوتر بتاعك بنفس سرعه الراوتر. بص هو كابل عادي خالص اهو زي ما انتم شايفين، ولا في اي اندهاش يعني. هو الفرق بس ان هو ايه يعني جاي من القماش وبتاع، لان انا هعتمد عليه بقى في النت وكده فهيتبهدل معايا وهيتشد معايا، فلازم يكون كابل برضه بخامات كويسه عشان يستحمل يعني. ده بس اللي مطلوب منك، تجيب كابل يو اس بي او تايب سي او اي حاجه بقى، اي حاجه على حسب نوع موبايلك يعني، وتشوف بقى الخطوات اللي هعملها دلوقتي. اول حاجه هتقوم جايب السلك بتاعك عادي خالص زي ما انت شايف كده، وبديهي جدا طبعا اقوم موصل الكابل ده بالموبايل واقوم بقى مركبه في الكيسه. ولكن مش اي مدخل في الكيسه، انا عارف ان انت عندك مداخل كتير جدا بس مش اي مدخل اكيد موجود عندك في الكيسه هتقوم مركب فيه. تعال بص عندي هنا كده هتلاقي ان انا عندي في الكيسه من قدام مدخلين يو اس بي، مش اي مدخل بقى تقوم تركب فيه. ليه بقى؟ لان انت عندك لو لاحظت هنا هتلاقي ان المدخل ده مدخل قديم، العلامه بتاعته لونها سودا كده، ده معناه ان هو يو اس بي 2، سرعه قديمه سرعه تعبانه مش هينقل النت بسرعه يعني. فاهم بقى ان انت اكيد عندك في الكيسه بتاعتك حتى لو استيراد وقديمه وكل حاجه اكيد فيها يو اس بي 3 اللي هو بقى متعلم بالعلامه الزرقاء دي. واحد ذكي يقول لي بقى ايه، ما انت عندك هنا في السلك اهو لو دققت هتلاقي ان هو يو اس بي 2 عادي، ولكن الصراحه لما بتوصله باليو اس بي 3 بيبقى اسرع يعني. مهما كانت سرعه الكابل لما بتوصله برده باليو اس بي 3 بيبقى اسرع بكتير جدا من يو اس بي 2. هتلاقي الموبايل بتاعك نور فجاه كده وبيقول لك بقى عايز تشحن الموبايل ولا تنقل ملفات ولا تنقل صور. حتى يا عم لو موبايلك قديم وما ظهرش الرساله دي فتجاهل خالص الموضوع ده كله، اعملها على اول واحد اللي هو الشحن بس، وافتح الاعدادات هنا ودور بقى على الاختيار ده كده. الاختيار ده مهم جدا، هو ده اللي هيوصل لك نت. بمجرد بس ما تضغط عليه كده هتلاقي الكمبيوتر بتاعك بيقول لك بقى عايز توصل نت ولا لا، هتعمل طبعا يس وهتلاقي النت عندك فتح بالشكل ده. طبعا انا اول حاجه هعملها بعد ما اوصل ان انا اعمل سبيد تيست، انا عايز اتاكد برضو هل سرعه النت هياها ولا اقل ولا ايه بالظبط. فاقوم فاتح موقع سبيد تيست بالشكل ده كده واعمل سبيد تيست. هتلاقي هنا ان سرعه النت هياها السرعه الاصليه طالما انت عامل كل الخطوات اللي فاتت دي مظبوط. السرعه هنا هتلاقيها 7 ميجا 7.5. حط في بالك برضو ان سرعه النت في اليوم العادي ما بتبقاش مستقره، شويه ممكن تنزل ل5 شويه ل4 شويه تطلع ل8 شويه بقى تطلع لفوق لو سرعتك اعلى من كده. لكن انا سرعتي 8 ميجا وساعات بتبقى 7 كده يعني، هي طول الشهر تبقى 7، فالسرعه دي هي الاصليه زي ما انت شايف كده. والله بص ممكن تقل شويه عن كده ولكن بترجع تاني ساعات الراوتر بس سرعته ما بتبقاش مستقره. في حين ان انا بقى لو قمت جايب ايه بقى المنافس القوي جدا
جدا للمدخل ده او للطريقه دي، وهو اليو اس بي كارد او ان كان اسمها. يعني هي مجرد فلاشه صغيره زي ما انت شايف كده، بتجيبها من اي شركه. يعني انا جايبها من شركه شكلها شركه محترمه بصراحه، واضح جدا من العلبه زي ما انت شايف كده. يعني خلينا نفتح العلبه مع بعض. نفتح كده. اول واحده هتلاقي فيها الفلاشه بتاعت النت متغلفه كده ببتاع بلاستيك كده، مش عارف ايه بصراحه، بس تقريبا عشان ما تقعش جوه يعني. وهتلاقي هنا ورقه معلهاش اي حاجه، بس هي مجرد غلاف بس للمكونات اللي جوه. وهتلاقي هنا شويه كتالوجات بقى وبتاع، مش عارف ايه، ما لهمش اي 30 لازمه يعني، رجعهم زي ما كانوا. خلينا بقى نجيب العلبه ونقرا شويه حاجات اللي عليها، يعني نشوف هي ايه. هتلاقي عندك الدرايفر اللي بينزل اوتوماتيك اصلا اول لما تدخل الفلاشه جوه، ولكن خلي بالك انه ممكن ما يشتغلش معاك، فيفضل يعني تقوم مدخل بس الاسطوانه دي على الكمبيوتر بتاعك وتنزل البرنامج بالطريقه اللي اقول لك عليها دلوقتي. بمجرد بس ما تدخل الاسطوانه كده هتلاقي هنا ظهر لك البارتيشن بتاعها، وتقوم فاتحها هتلاقي هنا عندك اتنين، هتلاقي عندك فولدرين. اول فولدر فيهم مكتوب عليه ام دبليو 150 يو اس، ده هو ده موديل الفلاشه دي. في موديل تاني ام 100 و300 يو اس تقريبا حاجه كده، هو ده بقى موديل الاحدث من ده. فانت تدخل على 150 يو اس وتقوم مسطب البرنامج اللي جوه. هينزل لك درايفر ما تفتحوش خالص، انت هتسطبه بس، لما يتسطب مالكش دعوه بيه خلاص، هو كده نزل الدرايفر بتاع الفلاشه دي لو ما نزلش معاك اوتوماتيك من اول مره يعني. العلبه زي ما انت شايف كده مكتوب عليها ضمان سنتين. انت متخيل ضمان سنتين على فلاشه زي دي؟ بصراحه انا مش مصدق ازاي ضمان سنتين، يعني مش مقتنع بحاجه زي دي، ولكن حتى لو ضمان سنتين فده كويس جدا، ممتاز كمان. وبس يا سيدي، العلبه والله شكلها بالديزاين بتاعها يقول انها فعلا يعني حاجه محترمه جدا يعني. هتلاقي هنا كاتب لك ايه بقى، 150 ميجا بايت في الثانيه، اللي هو انا اصدق ازاي انها 150 ميجا وهي مش مدياني غير 4 ميجا بس. ولكن احب اقول لك على حاجه بقى، ومعلش يعني ممكن اطول شويه في الكلام، ولكن البتاعه دي مش متصنعه في مصر. دي لو قريت ورا كده هتلاقي ميد ان شاينا، يعني مصنوعه في الصين. في الصين انا ما اعرفش سرعه النت كام، ولكن اكيد اعلى من 150 ميجا، واكيد اعلى مننا بكتير جدا يعني. فهنا اللي بيشتري البتاع ده، الراجل الصيني اللي يروح يشتري الفلاشه دي مكتوب عليها 150 ميجا، لان النت عندهم اعلى بكتير جدا من 150 ميجا، فدي هتدي له 150 ميجا من النت بتاعه، سواء كان اعلى من 150 ولو اقل من 150 فهيدي له سرعه اقل طالما هو اقل من 150، لكن لو اعلى هتدي له تقريبا 150 بتوعه عادي. ده اللي بتدعمه الفلاشه دي. في موديل تاني اسمه ام دبليو 300 يو اس، ده بيديك 300 ميجا برضه، بيتباع في الصين. هي البتاعه دي صينيه، النت في الصين اكيد اسرع من 150 ميجا، فاللي بيشتريها عارف انها هتديه بس 150 ميجا من السرعه بتاعته، وبالتالي دي مش خدعه يعني، ده ما بيخدعكش، لان انت بتشتريها مستورده فمكتوب 150 تقول ايه ده هيديني بقى 150 مش ال 20 ميجا وال 30 ميجا بتوعي، لا هتديك برضه سرعه اقل بكتير جدا، هتديك سرعه تعبانه خالص بقى 10 ميجا 15، هتديك تقريبا نص السرعه الاصليه بتاعتك. لو سرعه نتك اعلى من 150 تديك ال 150، اقل هتديك اقل بكتير جدا، تديك نص السرعه. وده اللي انا جربته فعلا عندي يعني، ولقيت ان فعلا تديني نص السرعه. هتلاقي انا كاتب لك انها تدعم ويندوز 10 و8.1 و8 و7 واكس بي، اي ويندوز في الحياه تشتغل عادي يعني. العلبه والله شكلها حلو، بتقول انها فعلا شركه نظيفه يعني، ومهتمه بالعلبه والانبوكسنج والكلام ده كله. بيقول لك ان الانترفيس يو اس بي 2.0، هو بقى ما انه يو اس بي 2.0 ولكن برضه في اليو اس بي 3 بيدينا سرعه اعلى للنت يعني، فحطه احسن في اليو اس بي 3 اضمن ان انت هتاخد سرعه احسن. والسكيورتي بقى دبليو اي بي ودبليو بي اي ومش عارف ايه والكلام ده كله عادي، فكك من اي حاجه. بس هنا واي فاي سبيد هنا اب تو 150 ميجا بايت، بلاش كلمه اب تو عشان ايه، انت عارف بقى بتوع الاستيراد هيقول لك بقى اب تو 150 ميجا، ففكك من 150 ميجا دي، لان في مصر هنا هتديك سرعه تعبانه خالص، بما ان النت في مصر تعبان يعني. وبس هتلاقي هنا بقى ايه، بيوري لك الشكل. انا الراوتر الفلاشه دي بتاخد نت من الراوتر تديه للديسكتوب بتاعك اللي هو الكمبيوتر او اللابتوب. الفلاشه دي غالبا مصنعه من شركه اسمها ار او اتش اس تقريبا، حاجه زي كده. هي الشركه الغريبه اللي اسمها عجيب في الاول دي متصنعه بقى من شركه ثانيه او في براند ثاني ماسكها اسمه ار او اتش اس. اول مره اسمع عنه بصراحه، مهتمين جدا بالانبوكسنج بتاعهم، وفي نفس الوقت برضه الصراحه سرعتها كويسه، بسرعه الحاجات الطبيعيه الوايرلس اللي انت بتجيبها عشان توصل بيها نت. سعر الفلاشه دي تقريبا يتراوح من 100 ل 150 جنيه. قلت لك سرعه النت عندي لما النت يكون مستقر اعلى حاجه بيوصل ل 7 ونص، واول يوم في الشهر بيدي 8، فانا اعتبرها انها 7 يعني. تعالى بقى نعمل سبيد تيست على الفلاشه كده ونشوف، بما ان سرعه الكابل ده كان مديني 7، هنا السرعه تقريبا من 3 ل 6، هو حاجه في النص بتاع 7 3 ونص كده. احيانا ممكن تكرمك وتديك 4، ولكن هي تديك نص السرعه بالظبط يعني، طالما النت عندك اقل من 150 ميجا. نجيب بقى الانتنه. بص دي افشل منتج ممكن توصل بيه نت، بعيدا عنها سعرها ارخص شويه كمان من الفلاشه. سعر الانتنه دي ممكن تلاقيها ب 50 جنيه يعني، نوعها زد سات دي بقى. بص
بس كده انت فكيت المعدن بتاع الفلاشه وباظت خالص. بكده انصحك وبشده ان انت تروح تجيب كابل يو اس بي نضيف هيعمل له 100 جنيه، يعني يوم لما يبقى سعره غالي 100 جنيه اللي هو نفس سعر الفلاشه زي ما قلت لك كده، وفي نفس الوقت بيديك سرعه عاليه هي نفس سرعه الراوتر. عيبه الوحيد بس ان انت مركب الموبايل، يعني انت لو احتجت الموبايل هتضطر تفصله من السلك بقى وتستخدمه عادي، فدي المشكله ان النت هيفصل كل شويه وتضطر تركبه وتفكه وتركبه وتفكه. عشان كده لازم تجيب كابل نضيف علشان انت هتقعد تفك كل شويه وتركب ما يبصش منك بسهوله يعني. وبس كده. يا ريت بقى تقولي رايك بقى في ايه، كواليتي الصوت والكواليتي بتاعت الفيديو. والله ملاحظ ان الكواليتي عندي هنا احسن بكتير جدا من الفيديوهات اللي فاتت يعني. قولي رايك بقى وانزل اعمل لايك واشترك في القناه واعمل كومنت وشير الفيديو كمان. قولي رايك بقى لو انت جربت الحركه بتاعت كابل اليو اس بي ده، وقول لي سرعته بقت عامله معاك كام وهل هو كويس فعلا ولا لا. وبس كده اشوفك فيديو الجاي، مع السلامه.